ريفيرو سبب كبير ان الاهلي بعد ما كان متعادل 0-0، وهو الاهلي ما عملش حاجه كبيره الشوط الاول. كان بالميراس من بدايه اول 10 دقايق ابتدى يمسك الماتش، والخطه العقيمه، ومفيش ولا وينج يمين. زيزو ما بيلعبش وينج يمين، بيلعب نص ملعب. فمحمد هاني واخد الخط فعليا زي ما قال مدحت شلبي. فكان لازم انا مع بدايه الشوط الثاني اعمل تغييرات، انزل العش واطلع محمد هاني، واطلع يحيى عطية الله، وانزل واحد في نص الملعب عشان ادي حريه لزيزو انه يلعب وينج مع تريزيجيه مع وسام، ويبقى معايا بن رمضان ومثلا قفشه من تحت، وعندي مروان وحمدي شغالين في النص بيقطعوا كور. فانا كده هبقى مليت نص الملعب باتنين بيلعبوا مركز ستة، وعندي اتنين بيهاجموا. لكن فكرة ان انا افضل على طول زي ما قلنا كنا هنلعب ثلاثة ورا واتنين اللي هو حمدي فتحي ومروان، دول بيقفلوا قدام الثلاثة، وعندي بقى بن رمضان قدامهم مثلث، وعندي بقى الثلاثة ايه اللي قدام، زيزو وتريزيجيه وسام. كنت دي هقدر اهاجم كويس وهقدر ادافع كويس. ولكن اللي بيعمله هو مش عارف هو عايز ايه. يعني انا تريزيجيه تايه طبعا من اول الماتش، تقريبا متاثر بضربه الجزاء، وزيزو الدنيا مش مساعداه لانه بقاله برضه فتره ما بيلعبش. فانا مش عارف هو ازاي بيلعب بالخطه دي، فهو سبب كبير كبير من تاخر الاهلي.